أزمة كبرى تهز الكرة الإفريقية. في حادثة غير مسبوقة بعد نهائي كأس إفريقيا 2025، صدم الجميع عندما أطلق رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال تصريحات حادة ضد المغرب والكاف، زاعما وجود ظروف غير طبيعية أثرت على سير المباراة النهائية. لكن القصة لم تنتهي هنا. ردًا على هذه التصريحات الصادمة، قرر مجموعة من المحامين المغاربة رفع قضية رسمية ضد رئيس الاتحاد السنغالي، معتبرين أن تصريحاته تمثل اعتداء على سمعة المملكة ومؤسساتها الرياضية. هذه الخطوة القانونية تدخل الأزمة في منحى جديد، وتفتح الباب أمام تحقيقات كبرى قد تغير موازين الكرة الإفريقية. ما هي التفاصيل التي لم يعرفها الجمهور بعد؟ الاتحاد السنغالي حاول الدفاع عن موقفه أمام لجنة الانضباط بالكاف، مطالبا بتأجيل أي قرار، بينما المغرب يصر على محاسبة المسؤولين عن أي إساءة. كل هذا في ظل أجواء مشحونة بعد مباراة شهدت انسحاب السنغال مؤقتا احتجاجا على قرار التحكيم قبل أن تستكمل المباراة وينتهي النهائي بنتيجة مثيرة. تابعوا معنا كل التطورات. ما العقوبات الممكنة ضد رئيس الاتحاد السنغالي؟ كيف سترد الكاف على هذه الأزمة؟ وهل سيؤثر هذا القرار على مستقبل الكرة الإفريقية؟ في تطور جديد وخطير بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب في الرباط، أثار رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال جدلا واسعا بتصريحات قوية ضد المغرب واتحاد كرة القدم الإفريقي كاف. في تصريحات رسمية، اتهم فال المغرب بالتأثير على الكاف والتحكم في قراراته، وزعم وجود ظروف غير طبيعية أثرت على سير المباراة النهائية. كما انتقد تعامل الاتحاد الإفريقي مع العديد من العناصر قبل وأثناء اللقاء. هذا الأمر أثار ردود فعل قوية في المغرب، حيث قرر نادي المحامين المغربي تقديم شكوى رسمية أمام الهيئات القضائية الرياضية ضد عبد الله فال، معتبرين تصريحاته اتهامات غير مدعومة واعتداء على سمعة المملكة ومؤسساتها الرياضية. في المقابل، قدم الاتحاد السنغالي طلبا إلى لجنة الانضباط في الكاف لتأجيل قرارها حول أحداث النهائي، ومنح الاتحاد مهلة إضافية لإعداد دفاعه، في خطوة تعكس تعقيد الأزمة وامتدادها إلى الساحة القانونية والرياضية القارية. هذه التطورات تأتي وسط تحقيقات كبرى من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حوادث المباراة النهائية، والتي شهدت انسحابا مؤقتا للسنغال احتجاجا على قرار التحكيم قبل أن تستكمل المباراة وتفوز السنغال في الوقت الإضافي.